فن كده والانرجي باينه قوي كده، تحسي ان هو في بوند، لا في بوند، في بوزيتيف كده مريحه. I think it's important احساس الراحه ده. بس حابه يعني لما كل حد قال دي كليشيه قوي بنسمعها كتير جدا، اللي هو انا ما كنتش لاقي نفسي، انا مين، مش عارف ايه، بس how does this translate into experience بتاعت كل حد؟ في انا ايه اللي حطيني اصلا في فكره ان انا بتساءل انا بعمل ايه دلوقتي وانا ليه وانا رايح فين وكده، وده بيحصل ليه وامتى؟ يعني امتى في وقت من الحياه مثلا بتبقى زي ما ساره قالت انا كنت بجري حد لازم يوقفني، وهو ده حصل هنا. transition life transitions زي نسمة وفيروز لما حكوا. ف I think it's important to stop here and explain شوية what does it mean to question our existence، وبعدين نبتدي نقول بقى فكرة السلف awareness. برضو بنقعد نسمع كتير قوي أنا بقيت self aware، أنا بقيت، بس what does this mean؟ بتتعمل ازاي؟ دي محتاجة تفكير شوية بس. كله سكت وهبط كده شفتوا بقى مش كنتوا بتضحكوا؟ انا هوريك اضحكوا بقى. او كان مش هقول جد يعني، هو كلام ديب يعني. need some reflection I يعني. think الكلام بقى كتير قوي على الحاجات دي زي ما انتي بتقولي. فحتى لو حد في الجيرني في at some point اللي هو ممكن احنا مثلا لما بنتكلم من 4 سنين فاتوا it would benefit them. what does it mean زي ما انتي بتقولي because كل حد الاكسبيرينس بتاعته مختلفة. بس ongoing يعني مش عايزة أحس إن إحنا بعد 4 سنين it's not finished يعني. لا خالص بس مثلا أنا بس الفرق إن انتوا عندكم support of each other now، ما كانش موجود قبل كده. ف now you know and if you want to question again at least you have the space. لأن space of expression ده هو ده it's the key يعني. I think كمان إن إحنا عشان كنا كل واحد فينا بيدور في السيركلز بتاعته على ناس بتسبيك the same language وما كانش لاقي. there is a I believe يعني أو at least what I learned إنه there are friends for life وصحاب العمر ومتربين مع بعض وعشرة وكل حاجة، بس إحنا كبرنا وتولفنا على بعض بالعشرة. وفي صحاب اللي انتي you choose to be their friend عشان ال level of compatibility that you find معاهم أو ال familiarity اللي انتي بتبقي حاسة بيها towards them. بحس إنه إحنا كبار the friends that we make وإحنا اشتغلنا على نفسنا وبقينا more self aware وكده بيبقوا مختلفين تماماً عن الصحاب اللي إحنا اتربينا معاهم وعشنا معاهم طول حياتنا وكبرنا معاهم. it's a completely different thing. it's التانيين احنا وعينا في الدنيا، هم موجودين في حياتنا، صحابنا من المدرسة من الجامعة، بس الصحاب اللي بتعرفيهم علشان الحياة حطتكم في طريق بعض في توقيت معين ولقيتوا نفسكم فاهمين بعض. بحس انه it's a different choice of friendship يعني. طب خليني اقف معاكي في الحتة بتاعت فاهمين بعض دي، عشان بص بصراحة يعني المنتل هيلث والاويرنس على سايكولوجي وكده هو زاد، بس أنا بحس إن بقى فيه labeling لحاجات كتير قوي. فمن ضمنها مثلا فكرة الفاليديشن، إنه في سايكولوجي دايما بنقعد نقول you have to validate the feelings whatever it is ومش عارف إيه. و definitely therapists have to do this. When friends and family and parents do play this role ده برضو بيفرق قوي مع الشخص. بس كمان في نفس الوقت مش كل الناس هتعرف تفاليديت احساسك. فهو ده الناس ما بتقوله، ان انا في كونتكست معين صحابي حبايبي هيفضلوا معايا طول حياتي، هم اهم ناس في حياتي، بس هم ممكن يكونوا they don't validate my feelings, they don't validate my experience. في حاجة كنت سمعتها باللي انتي بتقوليه ده. I think she was a psychologist أو حاجة بتشرح إن ليه لما بنيجي نتغير الناس أقرب الناس لينا they don't support it قوي، عشان بتبقى part of you that they love and they know they're losing it, they're losing that person. ف it becomes very hard إن الواحد يبقى نفسه مع الناس اللي هم اللي عارفينه من زمان وهم بتلاقيهم it's a struggle. مثلا حاجة من الحاجات that I face sometimes بحس إن it's very easy. كنا احنا بنتكلم في الموضوع ده to call someone لو انت عندك حاجة صعبة وتتكلمي مع اي حد من صحابك اصل حصل لي ومش عارف ايه، بس if you're feeling joy
how many people can you talk to ويبقوا موجودين معاكي في الحتة دي. الvalidation ده I don't think I don't think إن سهل تلاقيه من الناس القريبة ليكي قوي اللي بقالهم في version معين معاكي because هم مش عارفين يعني they accept you أو they love you in the way that they know. فدي I think it's a very hard place to be in برضو مش سهلة يعني. I agree بس كمان with change بحس ان لازم يبقى في some communication skills كمان بتعلميها because you have to communicate this change to people around you. انا مش عارفه ليه بحس ان الصحاب يعني او based on my experience يعني الصحاب اللي عارفيني قوي قوي تقبلوا تغييري. يعني ممكن تبقى في ناس صحابي قوي برضو وانا بحس دايما او بكاتيجورايز الصحاب باشكال مختلفه لانه مفيش حد مكان حد يعني كل واحد ليه رول ومحدش اقرب او يعني هي ليها يعني اشكال مختلفه من الفريندشيبس يعني بس الاصحاب الاول انكلوسيف تقبلوا التغيير او شافوه يعني you saw your friend evolving يعني in general حتى لو احنا مش في نفس يعني اكننا مثلا كنا بنتكلم مع بعض في 10 حاجات we dropped 3 هما they were good ومبسوطين ان احنا هنشير 7 لسه ما زلنا. بس يمكن ده بيبين قوي برضو مدى القرب. يعني انا بان لي اصحاب هم قريبين مني already بس بيبان قوي انه we're keeping you whatever. انا حسيت كده مع ناس معينين بس وفي it ناس takes time. it takes time وفي ناس حسيت يعني بقيتي اغرب او هنتريق which is fine على فكره انا بتريق معاهم بس قصدي انه ايوه انا باخد طريقه بس طول الوقت يعني بس انا باخدها بصدر رحب برضو ان انا عادي يعني الاول انكلوسيف ده انا I've يعني واجهت difficulty ان انا الاقي ناس متقبله الايفولفمنت والتشينج والجيرني بتاعتي باشكال مختلفه ووصلت لمرحله I think ان ده اللي خلاني I acquired new friends. زمان كنت فاكره ان انا مش هعرف يبقى عندي capacity ان انا يبقى عندي صحاب بالقرب ده وبالبوند دي في سن كبير بس I actually needed this kind of support and friendship لانه مش كل الناس بتبقى عندها القابليه انها تتقبل حتى لو بيحبوكي قوي هم ساعات بيبقوا حابين الفيرجن بتاعتك اللي هم فاميليار طول عارفينها they are resisting change which people is don't like change people don't like it's change. not easy. فطبعا غصب عنهم مش قادرين يتقبلوا ده فبتبقي عايزه تدوري على حد متقبلك بالفيرجن الجديده بتاعتك. حتى احنا بتفكري في ولادك مثلا لو هما انت متعوده ان هما يعملوا حاجات معينه وبعدين مع سنهم بيتغيروا ففجاه بتحسي اللي هو انا متضايقه من التغيير ده فهو طبيعي it's part of how we were made ان احنا نبقى انا I think كمان حاجة من الحاجات اللي it helped me for a while إن بقيت I share الجيرني كلها with a close friend of mine because بيبان من بره مثلا إن في حاجة بتحصل كبيرة قوي وحلوة قوي فما بيبانش إن الحاجة الحلوة قوي دي على قد البلاسنج على قد المسؤولية اللي بتيجي قدامها وعلى قد التشالنج اللي بتيجي قدامها عشان تعرفي تشيلي أو البلاسنج دي to protect it. فبقيت بشير الصعوبات والتشالنجز kind of humbles العلاقة عامة وبتفكر الشخص اللي قدامك إن إيه ده لأ في صعوبات وفي challenges وفي I can be part of this as much as I can connect with برضو فاهمة being open with the full journey حاجة من الحاجات اللي helps شوية. ده حقيقي. أنا I wanna build على حاجة قلتيها من شوية على فكرة كنت تقولي على self awareness و how does this happen مش عارفة من ساعة ما قلتي وأنا عمالة it hit me that question عشان how does it happen فعلا. أنا حاسة إن في كل حد فينا أنا I witnessed something يعني في جملة كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دايما يقولها من عرف نفسه عرف ربه أو وبجد in every single person أنا I witnessed this إنه كل واحد إزاي جاله self awareness واللي هو أنا هعرف نفسي وبعدين هو ده يعني هعرف ربنا أكتر إزاي ولا هعرف ربنا وبعدين هعرف نفسي. كل واحد I think مش عايزة أتكلم يعني
على someone else's story، بس I witnessed إنه بيبقى فيه وقفة معينة ممكن تحصل من challenge أو an inspiration و it's like a stop غصب عنك. it's like you hit a brick wall اللي هو انتي مش قادرة تفانكشن بالطريقة دي anymore. فبتدخلي جوه نفسك، تدخلي تشوفي انتي بجد انتي عايزة ايه، او ايه اللي بيبسطك او ايه اللي مش بيبسطك، او وانتي قاعدة مع مين بتحسي بنفسك. فبتبقى جيرني مختلفة انك تعرفي معدنك وبتقربي لربنا قوي. يعني I know ان الجروب ده لذيذ وبنضحك كتير and we're also deep وعندنا stories بنحب share it together وكده، بس الكور بتاعنا بجد هو بنقعد نتكلم على ربنا من الآخر. يعني and there's الحمد لله a lot of achievements and then down moments واللي وقع واللي طلع وكده، بس في الآخر هي دايرة. وفي الآخر بجد احنا دايما conversations بتلف في الآخر بتبقى سبحان الله. انا لسه سبحان الله، قايله لهنا ربنا كده كمان بجد لسه كنت بقول لها كده امبارح، بقول لها ازاي طب ايه ده انت ايه اللي حصل لك، ايه ده انا ربنا وجهني اعمل كذا. ف I don't think انه صعب ان ده يبان من بره قوي. that's why انا بحاول مش فكره نبقى vulnerable ونقول الحقيقه وكده. انا بقولك بجد ايه الكور ما بيننا وعلا وكاكو. هو مش كان نفسنا يبقوا معانا هنا النهارده، بس بجد في حاجات كتير قوي that are in common. بس I think نقطة going back to your question ايه السيلف awareness ده، ناس كتير قوي مفرقة فكرة السيلف جيرني والهيلينج والثيرابي وكل الكلام ده، وان انا اجت بقى انا محتاجة ان انا اقرب لربنا. لا، هي نفس الحاجة، عشان هو ربنا خلقك، هو اكتر واحد عارفنا. فلما تبقي انتي عارفة نفسك هيبقى في صلة مختلفة وفتوحات عمرك ما هتتخيليها بتحصل and you get to know new people that are on the same path. أنا I witness ده معانا you guys. مش محتاجة أقول يعني كل واحد عارف قصة. لا، وبعدين عندنا as a group and then كل واحد cross بقى one to ones انا مش مصدقة ان انتي بتقولي على فكرة the one on ones دي هي دي I think it's one of the tools. لأن هو السلف awareness ده بيحصل ازاي؟ هو في الآخر تعالوا نفصص الكلمة كده. هو مبدئيا we have to agree إن احنا we will never be fully aware. never. This does not happen. ايه؟ بقول لها never ending story because you are on a path of learning. Revealing. It's like revealing and learning and you'll keep on learning till the last day. احنا في inputs حوالينا طول الوقت وتحصل لنا، فهي it never stops وعمرنا ما هنبقى fully aware. بس في الآخر لما بنوصل بقى المرحلة بتاعت اوكي انا دلوقتي في حاجة حصلت لي ايا كانت هي ايه و I want to اقف واقفة مع نفسي وهفكر بقى. فعشان explore one of the tools is ان احنا نقعد نتكلم مع ناس صحابنا، ومش اي حد بيبقى عنده المساحة والاستعداد especially ان الحياة بقت سريعة جدا. فمش اي صديق هيقعد يسمع ويقعد يسمع كتير ومرة والتانية والمرة دي، وبعدين الأسبوع اللي جاي نقعد نفولو بالظبط والحاجات الجديدة. عملتي ايه؟ how do you كنت feel بقول now؟ لحد سوري قاطع كلامك، يعني لسه كنت بقول لحد من قريب قوي بقول لهم ما عنديش اللوكجري دي. اتس لوكجري بجد ان انت تبقي عندك الوقت الكافي انك تكلمي حد on daily basis او on regular basis وابديت each other. دي كانت حاجه كانت رفاهيه كانت عندنا زمان واحنا صغيرين، كنا بنتكلم نرغي بالساعات ونحكي في تفاصيل الكبيره والصغيره زي ما احنا عايزين ونعيد ونزيد. ده مش اوبشن anymore من كتر ما البيس بتاع الحياه سريع جدا. فانت بتبقي خلاص بقى انت بتبقي very aware of how precious your time is، ولما تقعدي تسبندت مع حد بتبقي عايزه تسبندت with the right people وتطلعي من القعده دي بانتي كمان حاسه ان انتي insights and you feel lifted. I believe ان دي من الحاجات ان احنا we were very keen to make time for each other. احنا الستة على مدار ال4 سنين اللي فاتوا بالرغم من حياتنا البيس بتاعها سريع جدا كلنا equally بس باشكال مختلفه، وكل واحدة عندها her own career و her own struggles واللي عندها عيالها واللي عندها business بتاعها. we made time because we know how precious the time is that we spend together. الوقت اللي احنا بنبقى قاعدين فيه مع بعض ده بيبقى super precious، وكل مرة بنبقى طالعين بإنسايتس من بعض وطالعين
اللي واقع شد التاني فكله قام، تحسي ان عارفة احنا ليه؟ كلنا قمنا. because we're focused على نفسنا، يعني عمرنا ما بنقعد يبقى القعدة بنتكلم على ناس او عمرنا we never really if you're gonna don't gossip. ما عندناش وقت، we احنا عايزين never نخلص gossip مفيش وقت. ده فيروز ده بجد ده هو حقيقي بجد. we actually this is one of the things اللي ببقى نفسي الستات تعرفها in general the circle of women because فكرة ان to have the right circle of women دي أنا بالنسبة لي it saved me it took me out and you guys don't know بس انتوا أول جروب في حياتي that I have a group of friends. طول عمري عندي صحاب one friend here one friend here because I'm an introvert فباخد من الشلة واحدة one person وببقى هي دي بتبقى one to one. وعمري ما كنت بعرف صحابي. لما ابتديت اعمل جيم نايت في بيتي was what the first time ان صاحبتي من الجامعة بتقابل صاحبتي من المدرسة، صاحبتي من المدرسة بتقابل صاحبتي. بطلت I was single فكان عندي وقت كتير. مفيش الرفاهيه دي مفيش الرفاهية دي دلوقتي. بس what I'm trying to say is في الآخر إن لما the circle of women بيتجمعوا to support each other وإحنا مش الجول بتاعنا يلا يا جماعة نتقابل to support each other. خلاص it's our thing. لما بتقعديش تضيعي وقتك إنك تفكري مين عملت إيه ومين جابت إيه ومين راحت فين you really focused on your growth and her growth and her growth وtogether بيبقى في master mind رهيب بانرجي that we take it. بنطلع من القعده بناخد الانرجي دي نتك تك تك ننفذ كل واحده بتنفذ and then we meet again. ف this is so powerful يعني بجد يعني to sum it all up كده this is why بالظبط. لا and when you witness the roller coasters احنا we share كل الوقت فبتبقي شايفه دايما انه ان هو كده وانتي النهارده هنا هتبقي بكره هنا يعني it's fine. ف as much as we share حتى لو انتي في حته down you see the ups in the other person فبتبقي عارفه ان انتي رايحه له. صح. فعمرنا ما كلنا اتقابلنا في حد كان في نفس الستيت بتاعت المره اللي فاتت فاهمه دايما في كده واللي فوق نزل واللي تحت بينزل. على فكره دي من This اكتر is الحاجات very important أيوة. because you're normalizing إن الحياة فيها stresses. not linear it will never be linear. لأن خلي بالكم برضو أنا يمكن إحنا جيل مختلف بس أنا بحس إن الأجيال الجديدة عندها حتة بتاعت أنا I want to protect myself from anything. مش بس negative بس كل حاجة بتجيب لي anxiety كل حاجة عايزة أبعد عن أي حاجة بتجيب لي stress. أي بس هو stress فول is تايم جوب normal. على فكره دي بقت حاجه غريبه بقت stressful جدا. فلازم keep away. بقيت احس طب مين هيشتغل فول تايم لو كل شويه يقعدوا يقولوا فول تايم. مين هيعيش هم they are preventing themselves from living. stress ده موجود في حياتنا وهو طبيعي واحنا مخلوقين ان احنا نتعامل مع الستريس. لما بيزيد عن حده ماشي خلاص بقى اخد ليفل تاني وبقى ده ستريس وابتدينا نبقى محتاجين mechanisms مختلفة عشان نتعامل معاه. بس part of living بس يعني. what you're saying is normalizing فكرة ان هو في ups and downs الناس كلها بتسمعها كده ان في ups and downs بس هو لما when you تيجي live it تفصصيها ودي من اكتر الحاجات اللي كانت مؤثره قوي بالنسبه لي من اول ما اتقابلنا انه انت شايفه فيجرز فنانه يعني كل واحد you see the success all the time you see the success designer whatever بس انت شايفه دايما نجاحات. لما بتشوفي البيهايند ذا سينز بالظبط بتبقي حاسه احنا كلنا الحمد تمام. لله، تطمني. لا والله كلنا تطمني. تمام بجد تطمني. we're in good place حققنا الحمد لله وهنحقق. وانا مثلا بالنسبه لي فكره انه it's not linear دي كانت بالنسبه لي مفاجاه. انا فاكره كويس قوي كان عندي بلاتو كده في شغلي في اول ما بدات اتصدمت اللي هو احنا انا طالعين أنا ليه اكيد برجع لا انا ليه واقفه يا ريت أنا ليه بنزل واقفة؟ انا ليه واقفه انا عاوزه أيوة، طلوع عايزة أكمل. مستمر اصلا. بس هي ماشيه قوي مع اللي انت بتقوليه لان انت كنت حاطه نفسك في المود بتاع أنا انا بجري. طايره صاروخ ف وهو ده الحياه مفيش كده. بعدين بقى لما بتشوفي عادي بشوفها دايما عادي في نجم هيبقى نجم رمضان السنه دي بعدين السنه الجايه في نجم تاني وبعدين السنه ده مش معناه ان النجم الاولاني مش نجم يعني it's always كده flowing. فجوه الجروب every time we sit together you see this انه عارفه اكنه جراف مفيش ولا حد احنا عاملين كده و everyone shares احنا فين وده وحد يقول للتاني انسايت لما انا حصل لي كذا عملت كذا فانت it's always lifting up. وانا بالنسبه لي دي من اكتر الحاجات اللي مش موجوده يعني search in the circle هتلاقي الناس بتخاف تشير ال behind the scenes يعني لو حد successful او established
بيبقى دايما عايز يحافظ. يعني خلاص بيبقى في بريشر كمان عليه ان ده maintaining a certain image. بالظبط، لازم امينتين الايمج دي، فمش سهل ابدا تلاقي ده سيف بليس في وسط انتربرينورز كل واحد بيعمل حاجه مختلفه. فده بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي في طمانينه كده، اللي هو احنا مع بعض يعني، احنا كلنا بنجري، فاهمه قصدي؟ وكومباشن يعني نو جادجمنت. بحس انه كل واحد فينا بيجي بقصه زي ما هي. ايوه ده مش فكري كده، مش هتلاقي نفسك يو كان شير ده مع اي حد على فكره. انا مش بعرف It's not اشارك easy. مع ناس كتير قوي، وفي منهم ويوجلي honestly انا هيبقى 1 to 1. استحاله اشير ذس in a group. ماليش ما بعرفش. بس استحاله هتخشي عند حد برضو تنامي على السجاده وتعملي انجل في الارض زي عند ساره. ساره عندها هنا انا حاسه اني شفت ستوري كده. ايوه دي put it as a story. حصل ممكن قوي وي مايت اي دونت نو. بصي ساره عندها سجاده مهوله في البيت، مهوله فور سام ريزن. اول مره رحنا لساره البيت اول مره كل مره بنقعد في الارض. احنا مش فاهمين ليه احنا بنقعد عند ساره على الارض على السجاده دي سبيسيفيكلي، ودينا وعلا بيحبوا يعملوا انجلز كانهم في السنو. دايما بنتصور على اوكورد قوي. اول مره كلنا عملنا كوفي كده وقمنا قاعدين على الارض في حاجه، فهي بتقول هي بقى موضبه البيت وكده، بتقول على فكره انا لسه نقله جديد وكده، انا مبسوطه بالعكس. بس احنا مبسوطين قوي بالسجاده. على فكره اون ذا فلور هو كل اسطم كده، انت عارفه؟ أيوة، غريبه هي جدا. هي it gives this. هي صراحه مغريه. هي مغريه حاجه غلط. هي لونها ابيض او لا، لونها لونها جراي، بس هي فلافي، وهي حطاها في سبيس، هو سبيس، فهي واخده وضعها كده، تحسي ان احنا محتاجين يلا نربع بقى ونقعد كل هنا. الناس بتقعد على الارض. لا بجد والله it's part of the bonding. ايوه والله. عايزين نيجي على السجاده. ايوه بتقول لنا السجاده بتناديكم، مش انتوا معزومين عن ايوه اللي هو بتقولي ايه النظام بقى، مش هتيجوا بقى ونقعد قعده السجاده بقى، انا بقينا قعده السجاده. طب انا ممكن اسالك انت سؤال بيلدينج على انت تقولي دلوقتي الجيل دلوقتي بيبقى عايز يبعد عن الستريس وكده، وان this is actually unhealthy because stress is a part of our life. طب ايه رايك في موضوع، عشان انا بحس ان احنا كده we get برضو overstimulated، فكره ان الواحد يبعد عن what heightens their nervous system. I think that's right. يعني يعني انا بالنسبه لي بحس ان الحياه كمان بقت مزعجه قوي. يعني الحاجات اللي داخله كتير، وبعدين خلي بالك برضو هي مش فاكتورز، هي الموضوع مش كده. لان انا مثلا for me I was diagnosed with fibromyalgia a few years back، وده فعلا بيخليكي مش قادره تبقي stimulated كتير مع اطفال، مع مش عارف ايه، مع دوشه بره، غصب عنك انت هتبقي حاسه انك محتاجه تفصلي. ده This is different than stress. بالظبط. That's what I'm trying. It is stress. بس قصدي you deal with it. لا، وقصدي انه versus a stressful situation. You have to know what stimulates you. meditate, ground, whatever بقى helps me do this. يعني فاهمة؟ This is بقى coping skills. احنا كده بنتعامل مع الستريس بشكل طبيعي. ربنا خلقنا ان احنا بنعرف نتعامل مع ده. في ناس ما بتعرفش تعمل ده، فبيحتاجوا we're learning on يعني it's يحتاجوا ثيرابي، بيحتاجوا ان هم through therapy. على فكره هو برضو الناس بتبقى برضو مش فاهمه اروح لمين وازاي وكده. طبعا what kind of therapist كتير يعني لحد ما لقينا the right people يعني. أنا it took me a very long time till I found mine يعني. it was a life changing thing. actually it happened بعد برضو السفريه بتاعت wellness، لان حسيت اللي هو اوكي انا اللي هو حطيت ايدي على اول الطريق، يعني حسيت انه اوكي we need to heal او we need to identify the wounds عشان نعرف to heal. عشان نعرف نبقى بني ادمين في الحياه بقى، لان احنا كنا I think انه before self awareness انت بتبقي بتتخبطي في الحياه، مش عارفه اصلا انت مش عارفه انت اصلا ساعات في حاجات بتبقي واخده perception عنها انها غلط، او ان انت عاملاها غلط وانت اصلا مش عاملاها غلط، هي consequences بتاعت حاجات تانية and so on. فتحسي انه كان I felt انه it's time ان الواحد يروح لحد professional و ask for proper help and it's okay to do that and حد بقى يجايد مي على الباث، ياخدني كده من ايدي واحده واحده. بلان بقى بلان اصلا اللي هو يلا نعرف مين نسمه. لا، وبلان تبقى ماشيه مع اللي انت بقى بتعمليه اصلا، you're trying to explore، وماشيه مع ان في عندك support system وماشيه يعني I think
انا مثلا جات لي فتره برضو at some point حسيت ان enough awareness يعني ايوه انا فاكره حلوة. you're like I'm just gonna watch a comedy movie I love this. we know too much. دخلت فاكرة، أيوة. دخلت في awareness to a point ان مش قادره اتحرك من كتر حاجات انا مش عارفه اعمل بيها ايه دلوقتي too much يعني there's a difference between knowing وابلاينج بقى واشوف حياتي. فلقيت نفسي ان انا كل اللي انا بعمله ان انا بروح ثيرابي وبشتغل وما عنديش انرجي ولا سوشيالايز ولا انزل ولا اخرج ولا اتعامل مع ولادي ولا it was heavy it took a toll on me so at some point كده I decided كفايه ثيرابي يعني كان بقالي فتره بعمل ثيرابي every week I'm like خلاص that's good enough start living because living is healing برضو there is so much healing in meeting people in مواقف in just being like literally being but there comes a point where you have to decide I'm good here and then ممكن يحصل check point بعديها مثلا بسنة بسنتين let's go back to therapy because I have this area where I can start learning more about it بس ناخد ال awareness نعيشه ونشوف بننفذه ازاي because it's so easy for me to tell you this was so hard and I healed على الحتة دي وانا قاعدة بتفرج على نتفليكس. طب روحي وتحطي بقى في الموقف ده تاني وشوفي هتتصرفي ازاي وتعرفي ساعتها انت فعلا ال awareness ده بقى part of you ولا انت كده بقيتي aware وخلاص. لا وفكرة كمان building what you're saying إنه ساعات you have to let it go. يعني مرة قريت قصة it's like a Sufi master كان بيقول إنه واحد زرع زرعة وكل يوم كان يقعد يبص إيه ده هي كبرت قد إيه هي كبرت قد إيه هي كبرت كل يوم لحد ما كبرتش. قعد يقول إنه reflecting على our own journey إنه ما ينفعش تقعدي تروحي therapy أو تبقي you're doing that inner work وتقعدي تمونيتور كل شوية طب أنا am I self aware دلوقتي مش عارفة إيه you have to fine do the work and let it go and then بس this happens قوي بويت لوس يعني بشوف كتير قوي في clients صح بس دي اول ما anxiety. تبتدي اول ما تبتدي تقرري ان انت هتخسي بتقعدي تفكري في الاكل وبتقعدي تشوفي بتقعدي توزني نفسك كل يوم weight loss actually really does happen when you let it go just do what you need to do سيبي الاوتكم ده يطلع وقت ما يطلع بالطريقه اللي هيطلع بيها do what you I like that just do the work زي water it وبس مش هتقعدي تبصي جوه السويل وتشوفي البذره كبرت قد ايه. ما هو ده برضو احساس الكنترول بتاعنا اللي هو انا بعمل حاجه بس انا عايزه اشوف الاوت هشوف الريزلت الاسبوع اللي جاي انا مستنيه يعني فين لا اتس بوست يعني انا. طب انتوا حسيتوا ايه الحاجات اللي انتوا حسيتوا بقى عندكم يعني ايه الحاجات اللي انتوا عرفتوها عن نفسكم يعني just one كده انسايت حاجه ما كنتيش حاساها وكنتش عارفاها عن نفسك وبعدين just one thing. I can start. الحاجة اللي أنا ما كنتش عارفة إنها عندي واكتشفتها لأنها بقى يعني بدأت أتعلم الريسيف يعني ما كنتش بعرف الريسيف ما كنتش بعرف الريسيف كومبلمنتس ما كنتش بعرف الريسيف أي مدح من أي نوع ودايما أي حد يشكرني على حاجة أو يمدح فيا حاجة أو كده كنت بنسيبها لحاجة تانية ما أعرفش أخدها لنفسي. وحاجة منهم اللي أنا كنتش عارفة أقتنع بيها خالص إن أنا I'm actually a strong woman. I always saw myself as a very fragile woman, a very sensitive, vulnerable person. وإن أنا I'm not strong لحد ما اتحط قدامي كل الحاجات اللي I conquered and I came through and I overcame على مدار السنين اللي هي الكونكلوجن بتاعها لا أنت بني آدمة قوية أنت بس أنت اللي مش عارفة ده محتاجة تصدقي إن أنت قوية وإن أنت actually مريتي بكل الحاجات دي and you're still on your feet and you're still standing tall and you're still going through life وما عندكيش fear to go through life. يعني ساعات الواحد لما بيمر بحاجات صعبة كتير قوي بيبقى عنده fear من كل حاجة بيبقى خلاص خايف اللي هو خايف يتلسع من الشوربة فبينفخ في الزبادي. أنا العكس أنا اتلسعت كتير قوي وبقيت fearless أكتر إن أنا عادي يعني هتلسع وهنخف وإيه المشكلة ما هي this is what life is all about. I think إن دي كانت أكتر حاجة I realized and I embraced and I took a decision of إن أنا I will receive this I am a strong woman الحمد لله و I am strong بكل الحاجات اللي broke me. هي دي الحاجات اللي بنتني خلتني إن أنا دلوقتي مش شوية هوا يطيروني يعني. بس عارفة إن this is perception هو في الآخر it's how you see yourself and your self-worth وكده وده it's built through اللي حواليكي كل مين كان بيقولك إيه بالظبط مين كان بيحطك في أنه frame yes
ودي شفتها actually recently. كنا لسه في يعني ندي تدريب يعني بغض النظر، بس هي وعندها يعني a child with disability، وبعدين she got triggered يعني in a way or another، وبعدين فضلت تقولي وتعيط، وانا طبعا اخدتها بره مش عارفه ايه. بعدين انا قويه انا قويه انا قويه. على فكره مش لازم تبقي قويه انت ممكن تبقي عادي تضعفي، وممكن تحسي بأوقات ضعف. فهي الناس كلها علشان تقويها على موقف هي عايشة تجربة بالنسبة لها صعبة جدا، فالناس عشان تقويها تقول لها انت قوية، قولي الحمد لله انت قوية انت. فهي بقت على طول بتكرر ده، انا قوية انا قوية. فهي حتى مش عارفة تعبر، اللي هو بقى السبيس اوف اكسبريشن اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هي مش عارفة تو اكسبريس herself لان في perception معين داخل عندها ان she has to be strong all اللي the هو time. انا لو اللي هو عيطت عكس بقى هبقى اللي انت ضعيفه. بتقوليه، فاهمة قصدي؟ بالظبط. عكس بالظبط. بس هو it's how you perceive yourself. دينا مين ايه تاني؟ ده ليه؟ حطيتك اندر ذا سبوت لايت. هي حاجة، في حاجات كتير بس هقول حاجة بسيطة. أنا ما كنتش أعرف عن نفسي إن أنا بحب قوي أقعد في الطبيعة. I know it's simple، مش قصة كبيرة، بس I think إن أنا كنت زي سارة أو سارة زمان. كنت دايما بجري 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 و very success oriented، ومن كتر ما أنا كنت بجري كنت معرفش ليه كنت indoors معظم الوقت، يعني من مكتب لمكتب ومن مصنع لمصنع ورشة لورشة. كأنها ماتفور actually، كأني كنت في الضلمة. لما ابتديت slow down ابتديت أشوف ألوان أنا عمري ما كنت بشوفها قبل كده. حتى شرح ده في كتابي، هو اسمه When Nature Awakens. وفكرة When Nature Awakens is literally when your nature awakens، إنه you are like nature. وأنا أصلاً فنانة، فالمفروض إن أنا بشوف الألوان دي عادي، بس أنا معرفش إزاي فاتتني. يعني بحس إيه الهبل ده، أنا إزاي كأن I was blindfolded، مع إني أنا يعني I can walk through a garden، أنا ممكن عادي سايقة في نفس الشارع اللي بسوق فيه دلوقتي، بس أنا نظرتي دلوقتي للشجر أو للسماء أو للحياة أنا مش قادرة أصدق. أنا حاسة إنه رزق كبير قوي قوي جالي من حاجة already exists. It's incredible. فيها كل يوم وحواليكي كل يوم. بالظبط، مش قادرة أقولك إن جالي حاجة جديدة. كنا بنتكلم عن restrictions. You restricted yourself. Exactly the same. I restricted. أنا أكيد الحمد لله جالي برضو more abundance و more things، بس لا I restricted myself. الحاجات دي كانت already موجودة، هي مخلوقة لأي حد. It's free stuff. الحمد لله يعني مش قادرة أقول إن أنا عايشة الحياة المثالية وبقعد في الطبيعة بقى وكده. لا I still have my struggles. I still am indoors أكتر بكتير من إن أنا أحب، بس حاسة إن أنا I got in touch في حتة فيا أنا ما كنتش أعرفها. أنا ما أعرفش، أنا فعلا ما أعرفش إن أنا لما أقعد وأشوف الشجر وإن أنا ما أعرفش بحس بنفسي أكتر. حاسة إنه برجع source فيا، وبحس برضو إنه ده it's like fresh، خلق ربنا direct. يعني you're not in a wall، you're not في furniture، انتي منك للجو على طول. طب دينا عندي سؤال. When is the last time that you hugged a tree؟ I hug trees all the time. طلعت حياة مثالية وقعدت في الطبيعة. طلعت في المسلسل كامل العدد. My kids they were watching and I was like عملت مديتيشن وجنبها الجرين تي وعماله تعمل حاجات وانا عمالين نضحك بقى ونقول كان المفروض يقعدوا معايا عشان يعرفوا الكاركتر. بس شافت شجره وجود عماله تبص لي تقول لي مامي شكلها تحضن الشجره. قلت لها لا هي مش تحضن الشجره، حاضن الشجره. طب جربتوا يا جماعه hug a tree؟ I think I did with you معاكي يعني. You watched the sunrise. we watched the sunrise. لو في شجر كتير تحت ممكن ننزل كلنا نحضر ننزل المعادي مليانه يعني لو انا عايزين. بحب احضن شجر المعادي. بتحبي تحضري شجر المعادي سبيسيفيكلي؟ طب يا بختنا. عشان الشجر القديم قديم. ايوه الشجر القديم ليه ما energy بعرفش مختلفة. يعني ان كومباوند لا مش لا جديد. اوه واو. لا
لا يعني عشان الشجر اللي هنا ده بقاله اكتر من 100 سنه. and the أيوة، big ده trees إيه ده؟ ليها Thank energy you. أنا مختلفة سارة. it absorbs the فاكرة في negative. فهماكي العمرة؟ فهماكي. ساره والله بقت مبهره، والله العظيم مبهره. انا بصيت لها من الكعبة بهار أكيد بقى مش معلومات قالت لي الشجر والله العظيم خطيره. بس انت عارفه ده صح. أيوة. ايوه أكيد That's why. for sure. what changed about you Many. What did you discover Or what about did you yourself? No, discover? what stayed the same? what stayed the same? Her name. لا انا what did you discover الاسم بجد؟ اتبقى معانا. طب على فكرة والله that's a very good question. ايه اللي فضل؟ لا عايزين لا ولا انا إيه؟ بالنسبه لي ممكن احس او ممكن اقول انه my journey قبل ما اتعرف على نفسي كانت framed في نجاحات معينه اكتر، نجاح الاسره، نجاح الديزاينر، نجاحات وبعدين through the journey بدات اكتشف انه انا اكتر، يعني انا مش المسميات دي، يعني مش الديزاينر بس، مش يعني I was lost in the journey في حتة أنا مين بجد، أنا مين فيهم. بعدين I realized، ووقت خلي بالك برضو very interesting to say دلوقتي، ده ما كنتش أقدر أقوله، بس في أول الكارير بتاعي على قد ما أنا حققت نجاح في وقت قليل قوي، ما كنتش واثقة في نفسي في حاجات كتير خالص، لأنه دايما حاسة إن في حاجة ناقصة بس أنا مش عارفة إيه هي. يعني confident بس مش 100%، خايفة قوي ناس تقلد حاجتي، في حاجة. لما بدأت أتعرف على نفسي اكتشفت إن أنا عندي narratives تانية in parallel، وحتى في وقت كنا لسه بنفتكر إنه في مرحلة كده كنت بقول لهم أنا مش عارفة أنا ديزاينر ولا لأ. وبعدين I realized إنه لأ، هو أنا عندي حاجة أنا هقولها through فساتيني وحاجتي محدش تاني هيقولها. يعني عارفة لما تكتشفي your blueprint أو your imprint. انا كنت دايما اصلا وانا طفله حتى بكويستشن قوي موضوع البصمه ده، مجنني ليه في كل البصمات دي. والله انه يعني لما بنروح نعمل الفيزا او يا مفيش بقى ولا حد. فهو بجد it's true the combination of characteristics and skills كل شخص عنده بتطلع outcome. فلو في 1000 ديزاينر المفروض ما حدش يبقى زي التاني. بدون مقادير يا جماعة، بدون بدون مقادير مقادير. ما طلعش من بلاش. ايوه والله مقادير فعلا. فانا بالنسبه لي كان اقوى اكتشاف اكتشفته واكتر حاجه حسستني بالاوثنتسيتي الحقيقيه ان أنا بتركيبتك هو الحاجات اللي انا بعملها مش العكس. كان دايما الحاجات هي اللي عاملاني، يعني the achievements was part of me. بعدين throughout the journey اكتشفت انه لا، هو كل حاجه اتعلمتها وكل حاجه اكتشفتها وكل حاجه عرفتها عن نفسي عرفت قوي، او ربنا كرمني قوي ان انا افريم ات اوت ان انا بعمل ارت. انا لسه ديزاينر ومبسوطه قوي دلوقتي ان انا بعمل حاجه that speaks out my language بغض النظر هي ايه. فده كان اقوى اكتشاف طبعا جواه. يعني البندل دي او المقادير دي كميه اكتشافات رهيبه، عشان كده هما بيهزروا هو قلت بقى بجد لانه بس هو في حاجة فضلت فعلا which is you are a designer، بس انتي البرسبشن بتاعك بس برضه هو كل اللي حاجه اتغير. يعني كنت لسه هقول لك يعني my perception about the brand about the pieces that I create about حياتي حتى how I introduce myself to the world كشخص. انا مش بس ديزاينر، يعني انا حاجات كتير قوي عملت. طلعت الاوتكم ده. فبالنسبه لي بتشوفي قوي فرق ان انت كنتي شايفه كوبايه فاضيه فحطيتي عليها ستيكر، او انت مليتي الكوبايه فهي بقت حاجه. فاهمه الفرق؟ صح، فاهمه جدا. ده بالنسبه لي اكبر ريلايزيشن في الجيرني اللي هي لسه مكمله. طبعا بنملى حاجات في الكوبايه بس قصدي يعني تحفه 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 فيري ويل بوت. فيروز فيروز الحاجة اللي أنا اكتشفتها يمكن مش عن نفسي بس لما اكتشفت، وهبصلك وأنا بقول الجملة دي، لما اكتشفت وعرفت إن ربنا بيحبني وعندي يقين يعني بصي طول عمري أنا عارفة I have like بقول دايما أنا كنت بلبس نظارة شايفة الدنيا بنظارة. يعني كده جات لي فترة النظارة دي اتقلعت وبقيت شايفة الدنيا بعين الناس اللي دايما بتتكلم على الدنيا ان في حاجات وحشه كتير وان الدنيا دي فيها ناس وحشه
بس لما اكتشفت وتأكدت ان انا ربنا بيحبني وربنا يعني هو اللي بدعي له وهو اللي بتكلم معاه، وانا مش بنجح عشان انا شاطره ومش بنجح عشان انا واحده دارسه، ولا هو كل ده ربنا دي هديه يعني مديها لي. وفي نفس الوقت لما بشوف الدنيا بعين ان مش انا شاطره وجامده it's not that, it's ان انتي في حاجه فيكي that's so special، تطلع حاجه through you توصل للناس بطريقه معينه. فده بقى بالنسبه لي غير لي البرسبكتيف بتاع حياتي completely. it shifted كل حاجه، ان انا حياتي ماشيه بيها بجد. it's the opposite of اللي نسمة مثلا بتقوله. انا I know ان انا I'm very weak من غير حب ربنا ده، او من غير علاقتي بربنا. يعني ده كنت هفضل طول عمري مش مرتاحة طول ما أنا فاكرة إن الراحة دي بتيجي من علاقة أو من جواز أو من ولاد أو من أهل أو من صحاب. لا، هو السورس هو ربنا. و this is maybe what softened me في حياتي in general. إن بعد كده بقى اتعلمت إن actually feminine energy comes out of العلاقة دي، علاقتك بربنا مش ب anything else. بس this is where I started to soften edges. كان عندي edges كتيرة جدا جدا جدا، ويمكن ego كمان of حاجات كتيرة قوي هي I think it restricts so many things. letting all that go and just realizing I am very weak من غير علاقتي بربنا، والstrength والقوة بتيجي من هنا. ده اللي اكتشفته اللي completely غير لي كل حاجة. كل حاجة دينا هي دينا احنا عاملين مع بعض حاجات كتير قوي بروجرام على القصة دي. ان هي اللي ابتدت تتكلم معايا. احنا دايما متربيين، انا طول عمري مثلا انا my dad طول عمره بيحب قوي ان هو يقربنا لربنا وعنده طقوس، وفعلا he instilled فينا حاجات لحد النهارده موجوده. ومش بس في الصلاه، بس في الاخلاق وفي في الشخصيه، في الكور بتاعنا. بس دايما كانت علاقتي بربنا انا هصلي عشان خايفه ربنا يزعل مني. انا هعمل الصح عشان خايفه. اتربيت طول عمري على انا خايفه هخلص اكلي عشان يوم القيامه الاكل ما يجريش ورايا. خايفه الاكل يجري ورايا. ما يجري اصلا اهم، ما يجري مش مشكله. هيعمل ايه اصلا؟ هيعمل ايه لو جري؟ لحد لما قابلت دينا وابتديت اسمع كلام انا ما كنتش سمعته قبل كده الصراحه، عن الحب. عن انا بعمل ده عشان بحب ربنا. اوف، الانرجي مختلفه. الحاجه انا بقوم اصلي باحساس تاني خالص. ومش بس الصلاه، التفكير انك بتوقفي الفلو بتاع كل حاجه وبتوضى you start to enjoy انك اصلا ده مش حاجه لازم تتعمل ومش حاجه خايفه منها. ده انا ليا، يعني ان انا اصلي ده حاجه ليا انا، مش بعملها لربنا، ده بعملها عشان انا اقرب لربنا. فده الاكتشاف اللي من السورس ده غير لي بقى completely shifted my career in the way that يعني I'm still nutritionist, I'm still doing what I do، بس بعمل حاجات بطريقة مختلفة completely عن اللي كنت بعملها قبل كده. جوزت يعني بني آدم بالنسبة لي. كنت لسه بقول لهم يعني أنا دايما I'm going to say this for the first time، بس لا، أنا بشوف إن هو ده هدية. this specific person my husband he's a gift من ربنا في الدنيا دي. فcompletely بقيت أشوف إن كل حاجة كويسة أو كل حاجة it's a lesson، ده خير في كل الأحوال. يعني so maybe it's not about me, it's about ده الawareness يمكن اللي حصل لي يعني. عايزه ابيلد حاجه على فيروز. في بدايه الجيرني بعد ما اتقابلنا كنت امبرست قوي بفكره. طبعا وقتها كان نفس اللي فيروز بتقوله، بنصلي خايفين جدا مش عايزين ندخل النار on and off يعني بصراحه. بعدين لما بدات اقرا بقى على دي، برضو من الحاجات اللي انا بتاثر قوي فيا، انه قد ايه ربنا بيجي للشخص بالطريقه اللي هو يعني ده كرم كبير قوي. برضو هو فكره انه في وسط ما انت بتقري على the energies and the body تكتشفي انه الصلاه دي اصلا ازاي بتغير الداينامكس بتاعتك، او زي ما فيروز بتقول او الوضوء او كذا. فده اصلا كان المدخل بتاعي، وكنت مكسوفه قوي انه يعني يا رب حضرتك بتعلمني البنفيت عشان اعملها صح يعني، وانا اصلا بعملها نص نص. فكان بدايه خالص الجيرني، وكنا انا ودينا بنرفلكت على حته انه كان ممكن يسيبنا يعني might as well you stay your whole life ticking boxes قد ما تقدري وخلاص.
بس فكره اللي هو انا يعني ان انا فهمت المعنى، فبقيت حاسه انه اي حاجه ربنا بيطلبها مننا هي لينا، فبتعمليها بدايمنشن مختلف. فده كان جزء كبير قوي برضو من يعني دايما الواحد لما ما انا عارفه نفسه عارفه ربه فعلا، هو فكره ان بتبتدي تتعرفي على نفسك وتديك ديب، هتلاقي ربنا برضو، مش هتلاقي حاجه تانية. عارفين انتوا الحاجة الكومن ما بينكم هتعيطينا كلنا. عشان لا هي انتوا متأثرة. السبب، عشان لا انتوا مش السبب. سبب، لا 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 انا عارفه دول قصدي- جايين منين اصلا. لا مش السبب ان هم يعرفوا قصدي. لا مش عارفه. بس I mean is this why you're touched? Is this why you're touched? مش عارفه. لا I'm touched. مش عايزه اعيط. لا اتس اوكي على فكره، اتس اوكي، اتس كومبليتلي فاين. ممكن اشيل عادي اي حاجة من اي حتة عايزه عادي جدا، هنقطعها عادي. نقطعها عادي. بصي طول حياتنا بندور على what our purpose is ونجري عايزين نعمل حاجات كتيرة. لا 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 لا. فلما تحسي إنه you want people to know the truth، فلما فيروز اتكلمت أنا بس I remembered يعني إنه إزاي مش عارفة أتكلم، بس يعني the truth is إنه ربنا لطيف قوي قوي قوي، و I saw her journey. أنا شفت قد إيه هي كانت she had this really powerful outlook اللي هو I want to create an empire and a huge business وكده، وأنا فاهماها عشان أنا كنت كده. strong It's not, independent I'm woman. not, I'm not saying it من Typical حتة قوي ده كان من الفيرست حتة. and impression. actually it only happened ان انا attract the right type of people في شغلي لما I let go of that. أنا مش عايزة create an empire. I don't want to do that. I stopped even thinking it خالص. impact بيتغير. This is when the impact actually started to happen. يعني سبحان الله بيبقى فيه بركة كمان في كل حاجة جداً. في حياتك. Once you start taking ال direction ده it's completely life changing. يعني بتبتدي بقى I saw you let go your armors. يعني انت كنتي كأنك حاطة an image armor كده، واحنا قربنا لبعض بعد ما الارمرز دي اتفكت. وعمري ما هنسى كان ورك شوب ويو كونكتد قوي لاسم الله اللطيف، وكنتي مستغربة like ايه ده؟ It's like يعني it's part of you انه the softness inside of you made you so powerful بس بالراحة. ف يعني why I got emotional عشان I think people miss the point of this road to success أو road to becoming more peaceful أو كده، ومش على طول، بس ما ينفعش نفرق. It's very hard. It's very hard إنك تقولي this is my career, this is my self-healing journey and this is my way to God. It's impossible. The truth is من الآخر إنه هو ده الطريق بس. That's it. They're all intertwined. They're all intertwined. و there's so much power إن أنتي to surrender. بجد هو دي كلمة إنك تسلمي أمرك لله is to just surrender, which يعني I saw every single person do. And I want to build on that يا دينا. يعني احنا we got affected by you في حاجات كتيرة بأشكال مختلفة. ممكن نقول ال level of spirituality اللي انتي وصلتي له، اللي أنا يعني I was so fortunate to witness you embracing it in the very beginning. لما جالك في الأول كنت خايفة جدا منه، كنت عارفة تعملي بيه إيه، وحسيت يعني سبحان الله وإحنا قاعدين بنتكلم we are referring to you إن أنتي نورت لنا حاجات معينة، وهي أصلا from the very beginning أنتي نفسك كنت أيوة please. لا بجد يعني it hits me very hard دلوقتي إن سبحان الله it's like a circle. it's a full circle. It's a full circle فعلا. يعني إن أنتي you received and عملتي impact رهيب، بس ممكن تكوني أنتي مش مدركة أصلا. لا و it reflects back يعني وصار you know وانت كلكم اللي هو when I'm down دلوقتي بلاقي يعني كذا توجيه أو
مكالمة أو مكان نروحه. yes yes It's I think incredible. It's yeah. incredible. we all feel now that we belong. It's incredible. بحس قوي كده يعني ان احنا we feel like we belong. هو يمكن It's اكتر درس incredible صعب، بصراحة. مش عارفه، حاسه ان احنا كلنا رحنا فيه بطريقه مختلفه يعني. فكره انه ان عشان كلنا جايين من حته السترونج باور اندبندنت كده. والله بس نتقابل بقى حاسه ان ساعتها. الايكويجن بريشر يا جماعه، المجتمع بيحط بريشر رهيب. والله بجد، بس دي حقيقة. الايكويجن دي كلنا رحنا في الدرس بتاع التسليم يعني. انا the idea of ان انا اعمل بس الافورت وماليش دعوه بالنتيجه، لا it took me years to learn. ربنا لا اخدت وقت كبير جدا عشان ربنا يعلمني الدرس ده، لانه انا عامله خطه، انا دايما عندي خطه وخطه بعيده، ولو الخطه مشيتش زي ما انا عاوزه هبقى بجد فرستريتد جدا. ففضلت اخد الدروس وجريتفul جدا عليها دلوقتي، بس انه انت بس اعملي اللي عليكي بنيه المفروض اللي انت هناوياها المظبوطه، مالكيش دعوه بالنتيجه and you get surprised. ده مثلا كلنا شفناه باشكال مختلفه. انه لما انت بتبقي بتعملي شغلك بنيه مختلفه خالص عن ما كنتي بتعمليها في الامباير، اللي هو كلنا كنا عاوزين الامباير دي، وحياه ربنا في حاجه بتحصل انه انا بصحى كل يوم intentionally بعمل شغلي ده عشان انا عندي purpose معين. النتيجه بتبقى ملهاش اي علاقه باللي انا عاملاه واحلى بكتير. فان انت تتعلمي ما تحطيش الخطه، تحطي خطه في شغلك اكيد، بس قصدي فكره ال الستريكتنس بتاعت I want it that way. هو لما We learned it بتحصل the hard that way على way، فكرة. لما بتحصل that way بتاخدي فوق دماغك. يعني اعتقد ان بتجيش كلنا we بأي learned طريقة it the very تانية. hard way انه لو طب خلاص اسعي اهو وسلمي، مالكيش دعوه بالنتيجه. اصلا احمد جوزي كان دايما زمان يقول على المرأة أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. أتخانق معاه يعني إيه؟ طبعا اللي هيسعى فهمت إنه مش عليكي النجاح، ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا، اسعي فقط. فده كان بيتهيألي it was a لا tough هو ايه lesson. النجاح؟ معلش بس عشان احنا برضو انتوا الديفينيشن بتاع النجاح اختلف عندكم 100%. اختلف. 100%. زمان كان اللي هو انا عايزه انجح وعايزه اكسر الدنيا وابقى مش عارفه ايه. دلوقتي النجاح هو اني ابقى عارفه المس الطبيعه، اني ابقى عارفه، لا بجد فعلا يعني ده اللي هو حقيقي فعلا. اني ابقى عارفه اسلو داون، اني ابقى عارفه let go، اني ابقى عارفه كده. فهو it's again it's the تقيمي. definition of So success. عندنا الحاجات لما بتحصل وانتي في الحتة دي it doesn't become the destination. مش هو ده الديستنيشن ان انا يبقى عندي بيزنس خطير. no, it's part of what you're doing اصلا. يعني ما بتبقاش هو ده الجول. يعني yes it's nice to have the goal والخطة وكل حاجة، بس احساسها لما بتيجي بالطريقة التانية دي بتبقى حاجة تانية خالص. وزمان انت ما كنتيش اصلا في الجيرني، يعني انت ماشيه الجيرني وانت قدامك حاجه، فانت مش مستمتعة مفيش استمتاع لحظه بأي حاجة. لكن وانتي مش عارفه انت يعني وانتي ماشيه enjoying بقى the present moment and going through الطمأنينة بتاعت بالظبط. انت واخد بالك مني كده كده وانا معاك فهنروح مع بعض. لا هي اكيد مختلفه يعني، وبنروح بقى في حتت مفاجآت دايما. وحياة ربنا بيوند سبحان الله فعلا اللطف والابداع بيوند تخيلك. يعني لو حد سالني انت كنتي هتودي البيزنس ده في الحته دي من سنتين، مستحيل. دلوقتي فكره ان انت تعملي حاجه all in ببيربس بسكيلز بكده، دي عمرها ما تبقى خطتي، عمرها ما تبقى خطتي. عندك يقين برضو ان انت لما بتسعي بتحطي المجهود وبتعملي كل اللي عليكي، كل اللي عليكي، لو ما جالكيش الحاجه اللي انت في دماغك، اكيد كلنا نفسنا في حاجات برضو لما بتيجي تعملي الحاجه، لو ما جاتش بالشكل اللي انت عايزاه، انت عندك يقين ان هو هيجيلك حاجه معينه في وقت انت بقى ما تعرفوش، عشان السعي اللي انت عملتيه ده مش بيروح كده يعني. فانت مطمنه، انت كده كده مطمنه. واو، الانسايتس اساسا انه عماله بفتكر حاجات، مواقف او ناس قابلتها عكس اللي انتوا بتقولوه بالظبط. بس هو what's interesting is ان انتوا كلكم، هو في الاخر كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده literally it's a coping mechanism, how to cope with life, الستراجل بقى، البيرن اوت، اللي مش عارفه ايه كده. ف you're all trying to find meaning and it's one of the coping mechanisms to find meaning أو to explore emotions، إنه أنا دلوقتي حاسة بإيه أو كده. فأنتوا
وده اتعلمتوه من بعض. there's لما no way ان قابلتوا كان ممكن بعض ده يحصل كل حد لوحده من بعض. انا مثلا الاكسبيرينس بتاعتي انا عندي نفس مش هقول بس عليه يقين او سعي او كده، بس أنا عندي التوكل بقى، هي الحاجه اللي دايما هي اللي على طول عندي من زمان لحد دلوقتي. و I learned it from my dad. هو يعني انا اللي فكرني لما انتي قلتي ازاي احنا بنتربى بشكل معين، كله بيبقى هدفه الدين او ان احنا نبقى طالعين عندنا values معينة، بس it's how you do it هي اللي في الاخر بتكون انت بتكوب ازاي مع الموضوع. هتكوبي بفير فهفضل طول الوقت خايفة فبعملها بس علشان انا خايفة، ولا انا فعلا مقتنعة اللي هو الستيت بتاعتكم دلوقتي. انا ده كان من عند بابايا، يعني قعدات again تاني the tools، قعدات reflections، ننزل الساعة مثلا 11 بالليل. انتي شكلك النهارده متضايقة، مش لازم تقولي لي ليه، تعالي ننزل نكروز، نقعد بقى 3 ساعات مثلا نسمع ام كلثوم، نسمع مش عارف ايه، ونرجع الساعة 2 بالليل ما بنتكلمش، بس خلاص I felt like there is the space اللي انا ممكن اروح طافيه كده المزيكا وافتح. فالسبيس كان موجود طول الوقت، ولدرجه ان هم لما توفى was like I think 20 years ago او حاجه. كنت في الجامعه لما توفى، انا عمري في حياتي ما هنسى اللحظه دي. هم يعني خلاص ماشيين من البيت والناس كلها بتعيط ومش عارف ايه وبتاع، هو كان محبوب قوي فزحمه وكل حاجه ما شاء الله، وانا في ابتسامه سكينه وعماله بقول له انا بحبك قوي باي باي very 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 positive حاجه عمري. وبعدين لما عرفت الخبر دخلت اصلي ركعتين من غير ما احس، من غير ما حدش قال لي اعملها، ما حد it just happened. وكنت متوكله على ربنا، حاسه هو it happened. انا هو ده وهو اللي علمهولي. بس قصدي ان هو كده، وانا بقى عايشه الحياه كلها بقى ايه بالتوكل، فاهمه قصدي؟ اللي هو كل حاجه هتحصل عادي، هتضايق هزعل مش عارف ايه، بس في الاخر انا ماشيه بال يعني باللي كاتبه ربنا وبال I think it's a mix of strength اللي جوه I think it's a mix of توكل ورضا. طبعا رضا ده حاجه يعني فيروز صعبه كانت لسه قوي. بتقول حاجه دلوقتي، فكره ان انت تبقي عندك يقين ان انت هتسعي وان تعبك ده مش هيروح وهيجيلك في فورم تانية في وقت تاني، وان انت هتبقي راضيه بان انت الحاجه اللي انت سعيتي لها لو ما حصلتش دلوقتي you will embrace that with an open heart and you will accept it، وهتقولي يا رب الحمد لله هو مش مكتوبه انها تحصل دلوقتي، او انت شايل لي حاجه احسن بكتير بشكل تاني. فهتلاقي ان التوكل جاي معاه gratitude كده ورضا، رضا بقضاء الله بقى، امان. هو امان، هي دي الكلمه فعلا، امان. فاللي هو اتس اوكي ما حصلتش، هو ربنا بس ساعتها بقى بتبقي محتاجه this عشان كبني ادمه، ساعتها بتبقي محتاجه this kind of support عشان كبني ادمه طبيعي ان يحصل لك down moments وتحسي ان طب ما انا مهما عملت مش عارفه، وبتحصل this is when it all the time not to لا be all the idealistic time. يعني موضوع بس ساعتها this is where the support comes in. يعني we remind there's each no other. way that anyone can grow on their own. I think we remind each يعني other of growth the important لازم things. يبقى فيه community، كان لازم يبقى فيه ناس، لازم يبقى فيه 100%. support. ما ينفعش حد ابدا يقول انا عملت الحاجه دي لوحدي. عمر ما حد reach the top مستحيل any top لوحده. مستحيل. أنا مرة building I think it's many ends، يعني تبقى الكوميونتي ممكن تبقى whatever even like listen to a podcast أو كتاب أو أي حاجة، بحس إن بيبقى فيه كذا زي channel لازم تتغذي من كذا ناحية otherwise you will collapse. مرة كان في كاتب فكان بيتكلم على نفس اللي احنا بنتكلم عليه، بس قال إن whenever he feels in a struggle ومش عارف يتوكل، بيقول ايه، قال whenever you get close to your creator gets closer to you.
فكان بيحاول يراقب ايه الاوقات اللي فيها struggle، يلاقي ان هو مثلا even as simple as more on his phone او بيحاول ان هو يكنترول things اكتر. فكان بيتعمد ان هو يسيب الحاجات دي عشان يقرب للكرييتور اللي هو اصلا عنده الحل، فيلاقي الحلول بتجيله اسهل. I loved الحاجه دي. كل شويه افتكرها لما انا اصل تسليم. مش عايزين نبقى في حاله ان احنا على طول بنسلم امرنا ان it's impossible. طبعا. بس فانا personally غصباً دايما عنها. افتكر الجمله دي اللي هو لما I get stressed و things are not going well، افتكر بقى ايه ده، انا اوكي هسيب بقى الكلام ده and get closer باي طريقه بقى. طب دينا on that note ممكن تقرا لنا حاجه من الكتاب نراب اب بيها الكتاب ممكن تفتحيه لنا يا دينا لو سمحت؟ ده شجره اللي ممكن عليه افك الريبن؟ طيب ممكن ده عليه افك حته الريبن؟ شجره، حد شايف الشجره عليه اللي عليه؟ شجرة؟ تكوني نقلتي الشجره. طيب حاجه كده نراب اب بيها احنا طبعا يعني خدي كده حاجه ممكن نفضل عارفة. مكملين لحد بكره الصبح او لحد السحور. من غير ما تشوفي يا دينا. مش عارفه. لا دينا خبيهم واختاري، خبيهم واختاري، لا ايه بس يمكن في خبيهم واختاري. ماشي. او خلي هنا تختار واحده. افرض طويله. لا مش طويل. اوكي بس دي واحده قصيره من واحده طويله يعني اتس واحده قصيره من واحده طويله. انت قريتي وانا هطلع اوكي version لو سوري. لقيتها بسهوله. هي اوكي. فهمتي قصدي انه اتس شورت فيرجن عشان لو حد عايز يعلق البوست كارد او يديه لحد او كده. اوكي طيب نقرا ده ولا ده؟ عايزه اقري الاولي هنا القصيره اقري ودينا القصيرة. تقرا بقى Ring, will you take the call? Your soul is calling. فانه basically كانه our soul it's always ringing and it's a calling واحنا بنقعد ignore it. what سارة كمان was saying قوي about ان هي عماله تجري وكده وفي حاجه انت حصلت لك تدريجي انه ولا كانت كراش كده. لا يعني I had a very subtle voice subtle voice that I could never listen to because I never trusted it. بس في صوت اللي هو انت في حاجه تانية هتعمل، في حاجه انت ناقصه. and when you cleanse and when you connect اكنك you're polishing the heart كده you start listening to the voice more in a more obvious way. فده الجيرني اللي دينا حضرتها معايا. يعني هنا it's like بالظبط it's like a journey بين conversation between the mind and the soul. انه لما لا وطيت عليها لازم تبقي كوتشي ولا ايوه خلاص تسكتي. طيب اسمها will you pick up. الحتة دي قلتيها مهمة قوي. It's a conversation between the mind and the soul. and the soul. Okay. بالظبط. Okay. Ring ring on your calling. Ring ring. I can't take your call right now, the mind mutters. The soul screams in despair. I'm telling you, take the call. The mind is too cluttered. It cannot hear the soul. Ring ring, I'm your calling. I'm too busy to pick up right now. Can I call you later? Maybe tomorrow, perhaps next week, next month, next year. Ring ring, will you take the call? Your soul is calling. It's beautiful. وده اللي بيحصل ان احنا بنقعد بكره او لا انا مش لا and you shut the voice عشان لو سمعتي to the voice هيحصل a huge destruction. هيحصل disruption to your norm وانتي مش عايزه ده and your mind is so threatened by any change and this soul voice is very free. هو حر، هو عايز الحقيقة أو عايز to venture into the unknown and the mind cannot even bear to handle a tiny change. فبيقعد يكبت بقى this soul voice to keep نمط الحياة زي ما هو ويبقى هو بقى safe مش مبسوط بس safe and your soul is trapped. في prayer بتاع مصر القديمة كانوا بيحبوا يقولوا قوي يا رب تجعل روحي حرة تذهب إلى كل مكان تحبه. free soul قوي. عارفة ده I got this card. I choose love over fear. This is what I was actually saying at the beginning. لا أنا I was just talking about love over fear. fall into your eyes. إيه ده I choose love over fear. كنت لسه بتكلم something a lot of things. What's yours يا سارة؟ Surrender to your calling, it has something to tell you.
What does it have to tell you? عماله اميل عليها كل شويه اقول لها الكولينج في ودنها. انا actually it resonates مع اللي انا قلته برضو. Even I slowly uncover my light before reaching my full moon potential. عشان I've been slowly uncovering my light يعني the past 4 years until لسه طبعا it's a long journey ahead بس a never ending journey to reach your full moon potential. I love it. I connect with it. مش الله مصدقة. ارت ورك اصلا انت عامله ارت ورك دي سي obviously you see like do you see the hug يعني انت اللي رسمها بحبها بس obviously you see. شايفه الهج ده ممكن يا جماعه فنانة لما عملت لزقي دول كتير. اديكي ده على فكره انت عارفه ان انا حاطه دي بتاعت I choose love over fear جنب سريري. ايه ده انا عايزه لازقاها فوق النايت ستاند. عندنا كلنا في الكتاب يا فضحتونا. اوه ماي جاد. very interesting الحتة اللي كنتي بتقوليها على ال conversation لأنه هو self awareness is actually إن يبقى فيه البالانس ده ما بين your thoughts و your emotions و your actions. yes that dialogue. فلما ده align. بيسync yes exactly. هو بيحصل البالانس أو Exactly. تحسي إن هنا الشخص مرتاح أو هنا الشخص بالظبط. this is self awareness. لما احنا بنقعد نقول self awareness يعني ايه self awareness هو Yes. ده بس يعني And that's only one alignment. يعني That's one one. perspective of it Yeah. يعني بس But I أنا I love believe that. in it. Yes. I believe in this thinking لأن هو دايما الامبالانس بتلاقي إنك أنت بتفكري في حاجة وحاسة حاجة بس الأكشن بتطلع حاجة تانية مثلا yes ففي imbalance بيحصل فالاكسبلوريشن لحد ما توصلي لان يبقى في بالانس ما بين الثلاث حاجات دول صح. وبيحصل compromise يعني if we take the thought and emotions and action like the mind and the body and the heart مثلا the mind is gonna have to compromise and slow down عشان يقابل ال heart where it is ويقابل البودي. أنا ياما و I think all of us my health deteriorated بسبب طبعا. the rush and the adrenaline طبعا that the mind طبعا has. طبعا يعني I have a piece هنا اسمها the race and it is a race between the mind and the heart and the body و the heart and the body مش ملاحقين يعني هو the mind جري والبودي بيقول لا طب استنى والهارت الهارت was it just rested وقعد يتنفس ف the body rested with the heart ف I think it needs a compromise and a dialogue عشان يبقى في the alignment اللي بتقولي عليها. وده I'm ممكن saying يحصل بأشكال مختلفة زي ما حصل معاك وزي No. ما ناس بتحتاج واحد. تعمل ده professionally with a therapist ممكن يعني حاجات مختلفة بس تاني أكد على حتة أهمية يعني انت حتى قلتيها وانت بتقري إن بيحصل المايند مش بيبقى قادر يستوعب ده وبيحصل disruption وهو ده اللي انا كنت بقول عليه بخاف من ان يبقى فيه retreats والناس تقعد تفتح والناس مش جاهزه فيو ار لاكي تو فايند اللي هيكمل معاكوا وكملتوا مع بعض بس مش ده اللي بيحصل طول الوقت. لا احنا we know that it is people are an very outcome. يعني هي نعمة. I think it's a blessing. It's different. It's a beautiful blessing. I think I will wrap up on that note إن زي ما فيروز قالت إن هي بقت very aware of إن ربنا بيحبها. I think إن إحنا ربنا بيحبنا كلنا. الحمد لله. إن إحنا لقينا بعض وإن إحنا يعني شاء القدر إن هو يخلينا نكروس باث بالشكل ده ونرجع من التريب دي. We have a support system يعني يا رب يفضل مكمل معانا للفينش لاين ان شاء الله. وممكن ناكل ديزرت عشان احنا ما حليناش فلو سمحتوا ممكن انا هموت بقى نحلي. أنا عايزة دي كمان. اللي من غير سكر دي ممكن دي معموله بالعسل فاي ثينك انها it will be a healthy يعني ممكن نحط الكل. وانا هجيب لكم حالا هجيب لكم ميه حالا. هجيب لك ميه حالا. فيروز دي جولدن بايتس يا جماعه. اكتشفتها من اوفيو الصراحه. واي فيل ان لاف وذ ات وادمنتها من اول رمضان. استني هجيب انا اصلا ما باكلهاش بالشوكه. انا عادي جدا بروح هوب اقطمعها. انا اقرب انت ما فيش حاجه. استنونا يا جماعه في حلقه جديده ان شاء الله من بدون مقادير. say bye to the camera. احنا هناكل دلوقتي.